افكار لذيذه من السوبر ماركت حول العالم، يا ريت يعملوها عندنا. تخيلوا لما عربيه السوبر ماركت يبقى فيها كالكوليتر. ياه كالكوليتر؟ لا احنا كرجاله مصريين اول ما بنخش اي سوبر ماركت دماغنا بتتحول لكالكوليتر فوري. هنا حاطين سامبلز عشان تجربوا انواع خامات المناديل قبل ما تشتروها. لا هو بس ثانيه واحده، بالنسبه للبكر المناديل تحديدا بتاع التواليت ده هنجربه ازاي في قلب الهايبر؟ يعني انا محتاج افهم ضروري واستفسر عن الموضوع ده واشوفه يعني ايه، يعني اشوفه مباشر قدامي بيحصل. جهاز تسقيع المشروبات، تحطوا فيها الازازه 3 دقائق تبقى مشبره، 5 دقائق تبقى ساقعه، تبقى متلجه بعد 7 دقائق، او بعد 10 دقائق في واحد هيجي يكسرها على دماغ حضرتك عادي جدا. يعني انا مش فاهم ايه الرفاهيه الزياده دي. يعني حضرتك 3 دقائق نشبرها ونسقعها ونتلجها، حضرتك كده كده هتسخن في الطريق، طب يعني ايه لازمتها؟ عشان الناس اللي دايما بتشكك في جوده العسل، هم جايبين لكم النحله ذات نفسها اللي بتعمل العسل. هتحلبوا النحل في قلب الهايبر؟ خلاص يعني كل حاجه. طب ما تجيبوا لنا بقره يا جماعه اسهل، يعني هاتوا لنا بقره واحنا نحلبها، حقنا نحلب البقره في قلب الهايبر. ده كاشير مخصوص للابهات والامهات اللي معاهم عيالهم في السوبر ماركت، ما بيكونش فيه هناك حلويات ولا حاجات ملونه العيال تشبط فيها. دي فكره تنقذ اسر من الضياع. لا هو حضرتك تنقذني انا من الضياع ليه؟ لان هي الام والطفل هما الاثنين بيشبطوا بصراحه. يعني مفيش حد، مفيش اي حد بيخش على الكاشير ما بيشبطش غير الاب، هو اللي بيبقى مسؤول يا عيني في الطلبات وفي الحسابات وفي الحاجات دي.